السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي، نخش على المطبخ نشوف دبابيس الفراخ دي على الطريقة الهندي. تحفة، هتعجبكم قوي لو جربتوها. هنا عاملين الفراخ وعاملين جنبها اهو محشي ورز ابيض. هي بتتاكل اصلا جنبها رز ابيض ولوبيا وسلطة، يعني خير ربنا كتير. تعالوا بقى نشوف الطريقة، سهلة جدا وبسيطة خالص. احنا هنجيب شوية زيت وهنجيب بصلايه نقطعها عشوائي خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط بقى ايه عليها بتاع 3 فصوص توم. الفراخ اهي مغسوله ومتصفيه كويس، ما فيهاش ولا نقطه ميه. هتعفريها بالدقيق، خليها تاخد طبقه كده خلاص. وبعدين هتنزلي بيها على طول في البصل، عشان ايه احنا عايزين نحمرها في البصل. حطينا احنا البصل والثوم عشان تبقى طعمها كده، يعني تاخد الطعم منه من البصل والثوم. دي بتديها طعم حلو قوي بعد ما تستوي وبعد كمان ما تتحمر. وهنا جبت المعلقتين 4 معالق صلصه هتحطيهم. انا هنا بقى حطيت البهارات، توم بودره، بصل بودره تاني بيديها طعم، وفص ماجي وكزبره ناشفه وفلفل اسود وبهارات. كل ده قلبته كويس وحطيته على الفراخ اهو بالشكل ده. وهزود تاني، هظبط هنا كده خلاص ايه دخلت في السوا. انا عايزاها ايه تستوي كويس عشان الدبابيس كبيره. وانا طبعا كان عندي شويه لوبيا مسلوقين فقلت اعملهم اهو على طول. فرمت شويه قطه يعني 3 4 حبايات كده، هما مش كتير، بتاع طبقين بس. ودي خلطه كانت فاضله عندي، جبت كيلو بتنجان واحد أو عملتها على طول. هنا طبعا انا مولعه الفرن من فوق وتحت، يعني شوايه ومن تحت اهو. هي متبله وفيها كل حاجه. حطيها في الفرن، سبتها من ساعه لساعه الا ربع. خلاص هنا طبعا انا ما عنديش شوربه للمحشي، فرمت حبايتين قوطه، حطيت عليها ماجي وفلفل اسود وشويه زيت وظبطتها وسقيت بيها المحشي. طلع تحفه، ولا شوربه ولا اي حاجه. وده كان شكل الفيديو. يا رب تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.